حاجه كده من ريحه بيوتنا القديمه، بيوت زمان جداتنا، مع يعني الصنعه بقى وسر الصنعه والتطور اللي ممكن يكون حصل فيها. اولا اهلا بحضرتك، ازي اهلا سعادتك؟ وسهلا بيك. شرفتني. اتفضل جنب بتاع اللي هتفور دي، بتهيألي ولا ايه؟ لا مش هتفور ان شاء ما الله. بتسخنش؟ لا بتسخن. لا ما بتسخنش. الجزء ده بس اللي طايل النار هو اللي بيسخن، انما اليد بتنها بارده. ولا دول كده؟ ولا دول مش خطر يعني. الازاز ما بيمددش الحراره ولا الكهرباء. طبعا اول حاجه لفتت نظري على طول السبرتايه والكنكه الازاز، يعني ملفتين للنظر جدا. واعتقد ان انا سالتك على طول بنصدر ده. ان شاء الله لدول الخليج اكتر حاجه ماشيه فيها السبرتايه والكنكه. والفواحه دي لذيذه جدا. الفواحه دي شغاله كل الجنسيات. لما تيجي نقعد تعالى نسمع الحكايه واحنا قاعدين. اتفضل. المكاحل. المكاحل وازايز العطور الفرعونيه. وبدا الموضوع يتطور شويه. بدانا نوزع في السواحل وشرم الشيخ، وكان الزبون هناك شبابي شويه، فبدانا نعمل له المباخر وكور الكريسماس. وبدانا نوزع برضه في الاقصر واسوان. زبون الاقصر واسوان حاجات سياحيه لطيفه، وبالتالي بتمشي في الاماكن القديمه بتاعتنا، خان الخليلي، وفي نفس الوقت برضو الاماكن السياحيه بقى شرم الشيخ واسوان والغردقه وكل ده بالزبط. وبنصدر. انا دايما عيني على التصدير بصراحه. والميزه عندنا ان احنا الدوله الوحيده على مستوى العالم اللي بتعمل الاشكال دي بالنفخ اليدوي. طب ما هو ده بقى اللي انا هسالك بقى، احكي لي بقى ده بنعمله ازاي؟ وهل ده بيدخل افران ولا نفخ على طول؟ لا النفخ يدوي. انا بستخدم مشعل فيه 4 خراطيم اكسجين وغاز وضغط هواء، بحيث اوصل ل 1800 درجه مئويه ان انا اقدر اشكل الازاز ده يدويا. بعد عمليه التشكيل ببتدي احدد بقى الفينش اللي انا هفنش فيه. احنا بنستخدم الوان اسمها لساتر الماني. اللون ده عشان يثبت برضه بيحتاج يخش فرن 800 درجه مئويه، بحيث ان هو ما يتغيرش ولا من الغسيل ولا من الاستخدام. ده مش طباعه، ده طباعه يدوي. ان الرسم ده رسم عجمي، ده بالايد عن طريق يعني ابره. احنا بننفخ الاول ازازه بيضه. مش مكنه. لا يدوي، ما عندناش اي تدخل. حتى العده اللي بالنسبه لنا عده بسيطه خالص. بندي الالوان وندخل الفرن، اللون يثبت يطلع من الفرن. اجي ادي ميه دهب، ده دهب عيار 12 معدن نفيس. ده الماني برضو. بعد ما بسوي الذهب يا فندم، بعد ما بسوي الذهب برسم ده بالابره عن طريق الفني، وبعد كده باخد الرسمه دي ادخلها الفرن برضو عشان تثبت. يعني الفني بيقعد يرسم ده بتاخد معاه وقت ان هو يعمل ده، وكل قطعه هتبقى مش شبه الثانيه، وده ميزه عظيمه يعني. كويس. ودي ده بعد ما بننفخه بنوديه على الحفر. عارف حضرتك الحجر اللي بيسووا عليه النظارات؟ ايوه. الحجر بيلف وهو الفني بيرسمه بطريقه عكسيه كده اهو. طيب قول لي بقى دلوقتي، انت زبونك فين وفين في مصر؟ الناس فاهمه الشغل ده بشكل كويس؟ واحنا كنا بنوزع لجميع المناطق السياحيه داخل مصر. فعندنا مثلا الخلايكه كلها بيمشي معاها الفواحات دي قوي، وطقمه الشاي. الاوروبيين كور الكريسماس، ده الغطا اللي بنقفل بيه السبرتايه. تمام.